تريقتوا عليا لما قلت لكم ان المصريين القدماء كان فيهم موحدين. تمام. دي جدارية مش انا اللي رسماها ولا خالتي اللي رسماها. تمام. زي ما انتم شايفين بيسجد. اوكي. يا ترى مين اللي علم المصري القديم السجود كده؟ مين؟ مين اللي عرفهم بالسجود؟ هل هو سيدنا ابراهيم لما مر على مصر هو والسيدة هاجر، ولا تفتكروا كان سيدنا يوسف بما انه عاش في مصر، ولا سيدنا موسى، ولا الانبياء اللي بينهم، ولا يكون سيدنا ادريس اللي بعث في مصر وعلم الناس الجغرافيا وانهم يحيطوا الثياب والفلك ويخطوا بالقلم؟ تفتكروا مين؟ مين اللي علمهم السجود؟ مين اللي قال لهم على السجود؟ مين اللي علمهم وضع الركوع ده؟ تفتكروا ده صدفة؟ السجود صدفة والركوع صدفة؟ معقولة؟ مين اللي علمهم الركوع بالشكل ده؟ ده كأنه بيقول التشهد يا جماعة. اوكي. تفتكروا السجود صدفة والركوع صدفة؟ بس اللي اعرفه ان المصري القديم ما كانش بيعمل اي حاجة صدفة، هو كان بيسجل حياته على الشعر. كل حاجة هو كان بيعملها او النساء المصريات كانوا بيعملوها، بيلبسوها، بياكلوها، بيشربوها، حياتهم اليومية، عاملين تمثال رافع بالشكل ده لربنا كأنه بيقول التشهد، وفي قبليه تمثال على الطريق كان ساجد. صدفة برضو؟ طب يا جماعة وضع الدعاء ده، يا ترى مين اللي علم المصرية القديمة الدعاء بالشكل ده وهي ركعة؟ يعني شايفين هي بتدعي. ثانية واحدة أوريكم. هي بتدعي وركعة. لما احنا بنيجي نصلي على سجادة الصلاة بنبقى راكعين وعاملين ايدينا كده. مين اللي علمها الطريقة دي؟ مين اللي علمها؟ يا جماعة مش معقولة بتتوالى علينا الصدف. يعني مش معقولة. ركوع، مش معقولة. ركوع، سجود، دعاء. الصدف دي كلها يا جماعة، مش المفروض ان دول وثنيين؟ ما انتوا ما تعرفوش ان هم وثنيين. لا لا، سيدنا يوسف اللي كان عايش وسطهم ده لا احنا هنمسحه بقى. سيدنا موسى هنمسحه عادي. سيدنا إدريس اللي بعث في مصر. لا لا، كل الأنبياء دي اللي كانت بتدعو للتوحيد وعلمت المصريين القدماء التوحيد، لا لا، دول اللي كانوا وثنيين. يعني مش كان فيهم ناس وثنيين وناس مش وثنيين؟ وكان في مصر القديمة معبدين، معبد وثني ومعبد تاني للتوحيد. لا لا لا، دول ما كانوش يعرفوا ربنا. ايه رأيكم في الصدف دي؟ وتتوالى الصدف. نشوف قوانين معت في مصر القديمة كانت بتقول ايه. لم أكن يوما، لم أكن سببا في دموع إنسان أو شقاء حيوان، ولم أعذب نباتا بأن نسيت أن أسقيه الماء. يعني كانوا بيحافظوا على حياة الحيوانات والنباتات، وكانوا بيراعوا ان هم ما يظلموش انسان. لم اكن سببا في دموع انسان او شقاء حيوان. حتى النبات لا، انا ما نسيتش ان انا ما اسقيهوش. بنكمل قوانين معك اللي بتقول: انا لم اسرق، لم اقتل، انا لم اكذب، انا لم اشتم، انا لم اخالف القانون، انا لم اتدخل فيما لا يعنيني، انا لا أنا لم أفعل الشر، ولم ألوث ماء النيل. سامعين يا مصريين؟ تلويث ماء النيل جريمة. تمام. السرقة والقتل والكذب والشتم أو السب، مخالفة القانون، جريمة. إنك تحشر مناخيرك في اللي مالكش فيه،
جريمة. قوانين معي. ها، للمصريين الوثنيين اللي انتوا عايزين تطلعوهم، كان في ناس بتعبد ربنا فيهم. ازاي؟ ازاي كده؟ بنكمل قوانين معي. متخيلين القوانين دي من أكتر من 7000 سنة؟ انتوا متخيلين معايا؟ أنا أحترم الأملاك والميراث. أنا أعمم السلام. أنا أقدر الجميل. أنا أؤكد أن الحياة مقدسة. أنا أحيا بالحق. أنا أحترم كل المعتقدات. أنا أتكلم بالإخلاص. أنا أحفظ الحقوق. أنا أحسن الظن. تمام. أنا أكرم الحيوان. أنا يعتمد علي. أنا أهتم للأرض. أنا أتكتم شؤوني الخاصة. أنا أذكر محاسن الآخرين. أنا أبذل قصارى جهدي. أنتوا متخيلين؟ قوانين معا. ما ينفعش نعمم على حضارة كاملة أو شعب كامل.